السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة في الفيديو عايزاكم تنسوا اي وصفة ام علي عملتوها قبل كده، وعايزاكم تشوفوا الطريقة بتاعتي وسهولتها وبساطتها. مش هتلاقوا ابسط واحسن من كده. بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت تعملوا اللايك واشتراك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة. ودلوقتي انا جبت الكرواسون وجبت الطواجن بتاعتنا كده اللي انا هعمل فيها ام علي. كرواسون عادي خالص، ولا جبت ميلفيه ولا جبت رقاق ولا جبت اي حاجه، بس جبت الكرواسون عادي اشتريته من المخبز بتاع العيش، وجبت كده وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه جبت شويه حلوين كده وقطعتهم كده بالشكل ده. تقطعيه بقى كبير صغير زي ما انت حابه، هو كده كده هتبوش. وبعد ما مليت الطواجن بتاعتنا كده، طواجن ام علي طبعا. عندي بقى المكسرات، اي انواع مكسرات تحبي تعمليها. انا حطيت بقى زبيب وزدان وجوز هند، ما حطيتش اكتر من كده. انت بقى عايزه تزودي مكسرات من عندك، عايزين تحطوا من عندكم اللي انتوا عايزينه زي ما انتوا عايزينه. بعد ما وزعت المكسرات كده على الطواجن، اروح بقى اجيب اللبن بتاعنا، ولازم اللبن بتاعنا يكون سخن نار، واضيف عليه بقى السكر بتاعنا. وتظبطي السكر ده بتاعك حسب رغبتك. المقدار اللي قدامي عبارة عن 2 لتر من اللبن، وحطيت عليهم 6 معالق سكر. ما رضيتش احط سكر اكتر من كده علشان ما يبقاش مسكر معانا، ودي رغبتك بقى. وبضيف ايه اللي قدامكم معلقتين قشطه، عشان لازم اللبن بتاع ام علي يكون دسم. فانا حطيت 3 معالق قشطه حلوين كده، تكوني بقى شارياها او انت عندك، او قشطه اللبن، او وش اللبن المغلي اللي عندك، اللي انت اي قشطه تحطيها عليه. اهم حاجه عايزينه دسم كده، تحسي ان اللبن دسم. وبعد كده احط له بقى شويه من الفانيليا السايله زي ما انتم شايفين كده. مفيش فانيليا سايله مش مشكله، ممكن تحطوا الفانيليا البودر عادي خالص. ونقلب كل الحاجات دي بقى عشان ندوبهم كده السكر مع بعضه والقشطه اللي حطيناها. ولازم اللبن بتاعنا يكون كامل الدسم يا جماعه، عايزينه دسم دسم كده. وبعد ما اللبن بتاعنا بقى يغلي يغلي خالص، اروح احطه بقى على الطواجن بتاعتنا كده اهوت بالشكل لغايه ما تحسي ان الكرواسون بتاعنا يعني اتشرب خالص من اللبن، وبدأ اللبن يبقى فوق الكرواسون كده. ولو انت احتجتي كميه لبن اكتر عشان مثلا هتعملي عدد اكتر، دي زودي اللبن وظبطي سكرك زي ما انت عايزه وزي ما تحبي. بصي دي بتاعتك، انا بس بقولك بطريقة سهلة وبسيطة ممكن تعمليها بأسرع وأخف الطرق. وبعد كده عندنا هنا بولة جبت فيها وحطيت فيها كوباية من الكريم شانتيه الخام، من بودرة يعني الكريم شانتيه. وبعد كده هضيف عليها 2.5 معلقة من السكر، عشان برضو احنا مش عايزين حاجة تبقى مسكرة معانا. اي سكر عندك حطيه بقى كده، حتى لو سكر التموين حطيه عادي مش هيأثر. وبعد كده بقى عندنا كوباية مية متلجة، تكوني حطاها في الفريزر كده، او كوباية لبن، بس انا حطيتها بالمية. تحسي ان هي تلجت كده وبدأت تتماسك شوية، اقوم حطاها كده وابدأ اضرب بها بالمضرب البيض اللي هو الكهربائي اللي عندك، او المضرب اليدوي، بس هياخد منك وقت اكتر عادي. ده او ده اهم حاجة، نوصل للمستوى بتاع الكريمة بتاعتنا اللي احنا وصلنا له قدامكم ده. اللي انت تفضلي تضربي كده في الكريمة لغاية ما تعملي الفم اللي قدامكم ده. وتيجي تقلبي بقى البولة بتاعتنا او الطبق اللي انت عاملة فيه الكريمة، ما تقعش، وتحسي شفتوا زي ما هي، تحسي ان هي ماسكة كده في الحاجة، ما بتقعش منها. وشفتوا مهما تقلبي في البولة بتاعتنا، شفتوا ما بتتحركش. ابدأ بقى اوزعها كده، اخد بقى على كل طاجن من طواجن ام علي كده معلقتين كده على كل طاجن، لغاية ما بقى يعني توزعيها كده زي ما انت شايفة بالشكل ده اهوت. وبعد ما اوزع بقى الكمية بتاعتي عليها كده، ابدأ بس افردها فردة بسيطة كده، يعني بدل ما تبقى قبة كده لا نخليها يعني تفرديها كده زي ما انت اي فردة، يعني مش شرط قوي. وبعد كده اروح احطها في الفرن تحت الشواية، شواية الفرن فقط، مش هنولع الفرن، لغاية ما تاخد اللون بتاعها اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبسم الله ما شاء الله، تاكلوا احلى ام علي ممكن تاكلوها في حياتكم. خطيرة. شوفوا عاملة ازاي، ودايبة دوب. يعني بصي مش هتاخد معاكي في الفرن اكتر من 7 8 دقايق لحد ما تاخد اللون ده تحت الشواية.
بصراحة جميلة جدا 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 جدا، وبطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وعملتها وما خدتش منك اي حاجة خالص، ولا اي وقت ولا اي تعب ولا مجهود. وعايزة اقول لكم حاجة بقى، ما تنسوش تصلوا على النبي كده، وتدعوا لي دعوة كويسة، وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وباي باي.